شو ما شاء الله نظيف كل شيء يبين. اخباركم؟ شو علومكم؟ والله العظيم انا وجهي محترق من الشمس وخشمي خلاص. باللي يقولون الاسباني يجي للحية. شوف هذا امريكي ومطلع ريله من الدريشه. شفته؟ شفت الامريكان؟ شفته؟ وينقف بعد. الزبده ولحت عليكم اسبوع كامل وانا بعيد عن اجتماعي، بعيد عن اللويه، ما ادري شو الناس شو. والله ما غير اصور سنابات طول اليوم واخر شيء ادور نت كذي علشان بس انزلهم، ويمكن ينزلون يمكن لا. شو اخبار؟ شو علوم؟ شنو اخر السواليف؟ شنو اخر الحسات؟ شنو اخر المصايب؟ وش صاير بالدنيا؟ ما ادري ترى، ما ادري ايش صاير. قاعد يسالوني عن الرحله شلون حجزتي وكم كلفت وما ادري شنو. التكلفه تفرق من شخص لشخص، وشنو الباكج اللي تبونه، وشنو السفينه اللي مسافرين عليها. وايد يعتمد كم يوم انت رايح، بس لازم تاخذ بعين الاعتبار ان اللي راح تدفعه لازم تحط فوقه مبلغ حق كل شيء على الباخره، لان كل شيء ثاني على السفينه راح تضطر تدفع فلوسه، ما عدا الوجبات طبعا، تنظيف الغرفه، الماي لما يجيك، كل شيء كل شيء كل شيء. انا ما بقى شيء ما حطيته على جسمي عشان انصبغ، والله زيت، ماي لقاح، دهن، سيايير، كل شيء كل شيء حطيته على وجهي. اخر شيء اخذ لي غفوه 5 دقائق اقعد من النوم القى خشمي محترق، والله محترق. شوي هني صار ارحم، يوم اللي طافوا كان ضيم. لا ولحت على ستاربكس والله العظيم. نروح الحين ندور لنا ستاربكس، طالع من الباخره ادور ستاربكس بس. تعالي نسولف. زهبولي سواليف، زهبولي فيني حش، فيني سوالف، فبعرف ايش صار بالدنيا، شنو صاير. دشيت على اكونتات البلاوي هذه كلها بحاول اطمش ما بداني. بليز على بوستي الاخير في الانستغرام قولوا لي شنو اخر السواليف، شنو اخبار الدنيا، ايش تبون نسولف عنه. من زمان ما قصيتكم سنابات، باخذكم اليوم سنابات وايد 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 وايد. ما شاء الله هذه متى طلعت؟ اروح يومين على سناب تطلع هذه. ولا تشكى من ريولها. شوف الحجيه ما شاء الله عليها، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. اخاف اعطيها عين ندش بالسياره اللي يمين. الخبر الوحيد اللي يستاهل اني احطه على السناب واوقف عنده هذا الخبر. Today in America, it's the twilight of summer. Most 5-year-olds are enjoying their last days of summer freedom or starting school for the very first time. They're talking about superheroes. They're talking about playground slides. But in other places, they're dying. They're surviving. And many, somewhere in between. This is Omran. He lives with his mom, his dad, and his brother and his sister. Their home is inside Aleppo, Syria. It was hit by a bomb, an airstrike. And what strikes me is we shed tears, but there are no tears here. He doesn't cry once. That little boy is in total shock. He's stunned. This is Omran. He's alive. We wanted you to know. ما أدري متى هذا الهاشتاج صار نشط، وما أدري أصلاً متى نزلها ريبورت، وما أدري متى صارت هالحادثة. اللي أعرف إنه معاناة الشعب السوري وصلت لآخر الدنيا. حس فيه بس شكراً حق الناس اللي قالوا لي عن هالهاشتاج، وحبيت أدعمه ولو إنها متأخر. وشيء يعور القلب بس حقيقة. فيديو صغير حق طفل صغير بس ممكن يعلمنا درس، ممكن يذكرنا بوايد
وايد اشياء احنا ناسينها. الله يفرج كربهم ان شاء الله. وايد وصلتني على الدايركت وعلى انستغرام من الهاشتاجات النشطة جدا في تويتر هاشتاج لجين بحاجة للعلاج عن حالة الطفلة. في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الطفلة لجين الرفاعي، أتوقع هذا الاسم الصحيح، من المملكة العربية السعودية. البنت حالتها تعور القلب، بس آخر شيء وصلنا في تويتر إنه الحمد لله مستشفى جدة التخصصي تجاوب على الحالة وأدخلوها وراح يتم العلاج. فأنا لأن الصورة شوي تعور القلب ما راح أنزلها عندي في سنابي، وما أدري عن صحة تجاوب المستشفى فعلا، وأتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله. تقريبا أهم خبرين أو أهم هاشتاجين. الجانب اللي يزعلنا الأخبار تزعل، بس الجانب الحلو تفاعل الناس معاها وشلون قاموا ينشرون. ببوسة شنو؟ رفشت الشيخة فاشينيستا؟ منو فاشينيستا؟ أنا بس أنت فاشينيستا؟ وميك اب ارتست؟ شنو هذا اللي لابسته ستايل؟ إيه هذا هو البايرت. ستايل بايرت؟ أنا أسوي مكياج من شنو ميك اب تعرفين تحطين؟ أنا أعرف حطي شوف. اوه جايبه العده معاك؟ هذا شنو اول شيء قاعد تحطين؟ هذه ليبستيك. ليبستيك، وبعدين على عيونك شو تحطين؟ اي شادو. اشتو. زين تستقبلين زباين؟ تسوين مكياج عروس؟ أنا أسوي مكياج كله. كله؟ ما شاء الله. مكياج؟ لا تسوي سناب. ليش لا يسوي سناب؟ بعدين أنا أسوي. يعني شلون اذا بنستفيد من نصايحك ما شاء الله؟ زين تسوين يوتيوب توتوريال؟ تحطين على اليوتيوب؟ ما شاء الله. يلا حبايبي مكياج. تفرجي وتعلمي، جملي نفسك مع مكياج ببوسي، اللون الأصفر والبينك، وأكيد هتتباسي وتبوسي. للطلب وحجز المواعيد تليفون 576 383 513. اوعى يفوتك. الله يسلمكم. ميك اب سريع بالسيارة. أول شيء الفاونديشن اللي استخدمته سيتي راديانس من بورجوا والرقم 6. تحت العين حطيت هم الكونسيلر من بورجوا، وحطيت شوية هنا عشان أخفف تقشر الخشم، وهم على الحبوب هالصوب. شادو بني لون واحد من هذا الميت مات باليت من ذا بالم، حطيته فوق وحطيته تحت هنا. مهفات شريتهم من مطعم بينكي جود، إن شاء الله أحضرهم بالبوتيك، بس باقي شغلات راح تلقونها موجودة ببوتيكي بعد. وقلم الحواجب الكريون من ماك، لأن أنا أصلا ما عندي حاجب هنا، فرسمته كامل وبعدين حطيت المسكرة. بنزل فيديو عن رسم الحاجب كامل إن شاء الله قريبا. بس آخر شيء الحمرة المات لبستك، هم الكولكشن كامل موجود عندي بالبوتيك، والبوتيك تلقونه باللينك في البايو في انستغرام. والله يا قلبي اللي يسألوني خلص ولا للحين بالبوتيك ما أدري، بس وايد شغلات كانت سولد اوت ردوا وحطوها، وإن شاء الله بس توصل الكويت أي شيء سولد اوت راح نرجع. هذا لينك البوتيك بالبايو. دشون. طبعا لازم تكونوا مسوين داونلود حق ابلكيشن بوتيكات، يفتح لكم البوتيك على طول، بس احسن طريقه تكونون مسوين داونلود حق الابلكيشن عشان يفتح بسرعه. راح تشوفون وايد نظارات والفاونديشن والميك اب اللي استخدمته اليوم. ادري مقصره معاكم بالميك اب توتوريالز وهالسوالف وفيديوهات اليوتيوب، بس ان شاء الله اول ما نرد الديره بنضبطكم باشياء حلوه.